بس هنا يا استاذ. تمام ماشي. بقول لك ايه، هخش اقضي مصلحه في الفيلا دي واجي لك على طول، ما تمشيش. مصلحة ايه يا استاذ؟ خد استنى هنا. ايه؟ انت تعرف الفيلا دي بتاع مين؟ انت مالك بتاعت مين بقى؟ انا هخش اعمل حاجه واجي. ايوه ماشي، استنى بس استنى. خدي. انت هو انت منين اصلا يا استاذه ولا؟ انا مش عارفه ايه طب الناس. بعد اذنك يا استاذ معلش حاسبيني لا انا محتاجاك، هعمل حاجه بس. انا مش هقف انا يا استاذه، بعد اذنك حاسبيني وانا همشي، ولا ما تطلعي شوفي لك اي توك توك تاني تركبيه. هو ايه اللي مش هتعرف؟ مش هتاخد فلوسك؟ ايه يا استاذه انت بتزعلي كده ليه؟ ما بزعقش، بس مش عارفه ايه الفرق. قعدت ساعه، قعدت نص ساعه، هحاسبك في الاخر. بص يا استاذه، لا واقفه ولا مولد ولا عيد، حاسبيني وانا هتوكل على الله، وانت ربنا يصلح حالك. ربنا يصلح حالك. انت مالك بتغمز لي كده ليه؟ ما تتكلم معايا عدل. ما انا بقولك هخش اعمل مصلحه واجي. طيب يا استاذه ربنا يكتر مصالحك. يلا بقى حاسبيني وروح شوف انت بتعملي ايه. لا انت تستنيني نص ساعه. مش هستناك، استنى هنا يا استاذه. في ايه؟ حاسبيني يلا عشان امشي. يا استاذ اتاخر جوه على المصلحه. اتاخري براحتك بقى، انا ماليش دعوه، اديني يلا حسابي. شويه بس، مش هتاخر عليك والله. اعتبرني زي اختك ومش فيش هنا تكاتك تانية عشان خاطري. يلا سلام، نص ساعه بس. ماشي، انا هعتبر التوصيله دي لله وامشي عشان يجي لي اي مصيبه ولا حاجه. استنى عندك، انت رايحه فين؟ داخله جوه يا حاجه. جوه فين؟ انت ليكي مين في الفيلا دي؟ بنت خالتي جوه. بنت خالتك؟ لا، الفيلا دي انا شغاله فيها وعارفه اللي رايح واللي جاي، وانا اول مره اشوفك. انت غريبه. المخرج بقول لك. ما تفيش حاجه، تخرجي فين؟ انت مش داخله. هو ايه اللي مش داخله فيها يا حاجه؟ مالي؟ انا اللي ماسكه الفيلا هنا. هو اللي انت ماشي؟ انا داخله لحد جوه، اكيد مش اتصل هخش بيهم كده. الاول. ماشي بتصلي بيهم واخش. لا مفيش حاجه تتصلي بيهم لما تخشي، ما انتيش هتدخلي. لا اله الا الله. محمد رسول الله. اهو. شوفي يا استاذ علي، البت دي عايزه تدخل دي جوه. تبعي دي بنت خالتي. بنت خالتك عشان منين؟ تصدقي. بقول لك ايه يا استاذ علي، انا بقالي 25 سنه شغاله هنا في الفيلا، عمري ما شفتها. وديكي شفتيها؟ في لا. ايه بقى؟ خلاص انا عارفه اولاد خالتك كويس، دي غريبه. يلا يا عم نخش يلا. خلاص، غريبه مش غريبه. لا انت هنا ايه يا مفيش حاجه؟ حد في جوه. ايه؟ مش هتدخلوا. لا. نعم. ايوه مش هتدخلوا. اتجننت دي ولا ايه؟ انت بتعرفي انا ما انت اتجننتش. بتدفع فلوس ولا ايه؟ استنى انت عارفه الكلام بتقول ايه؟ انت مش معنى ان انت بتدفع لي فلوس يبقى انا انا هخلي بقى بابا وماما يمشوكي. ماشي، خلوهم بالظبط كده. يمشوني بس مش هتدخلوا. نعم. ايوه. طب روح عشان ما اقطعش عيشك. لا ده كده كتير بقى. يلا نخش. والله خلاص بس الارزاق على هدي. الله يا ابني، بس مش هدخلكوا طب الفيلا. يلا يا حاجه، عيب عشان انت كبيره مش عايزه ازقك. يلا اتكل على الله. شوف انت رايحه فين. ابوك وامك مش موجودين ومأمنين على الفيلا، استغفر الله وانت العظيم. غلط تدخل، دي معرفهاش. بيتي وانا بقول لك ايه يا حاج، مش انت بتشتغل هنا بوابه؟ فشوفوا مصلحتك كده واحنا نبقى تعالى نبشع ما اقول عليك. لك كلمه. عيب يلا عيب خش عيب الصور، استني. عيب يا بنتي اللي بقول انت لك ايه بتعمليه ده، يا ماما نور. وعيب الطريقه يا والاسلوب ماما نور ده. بقول لك ايه، العيب. روحي انت بس دلوقتي وانا بفهمك الموضوع فيه. بصي يا بنتي، الطريق اللي انت ماشيه ده فيه غلط، حرام، اخرته مش كويسه. معلش. خلاص بقى، روحي انت بقى يا ماما نور وشوفي الموضوع بقى كده، ربنا يحلها. روحي. انا هروح بس مش هسكت. بقول لك ايه يا استاذ، بعد اذنك عاوزاك توصلني مشوار، هتقعد بس نص ساعه مش هتاخر. فين المكان؟ قدام هنا كده عند الفيلا اللي قدام دي. ماشي، تدفع كام؟ انت تاخد كام؟ قبل ما اخد كام؟ انت رايح عند مين بالظبط؟ لا هو ايه انت لا، قولي مالك؟ لي انت رايح عند مين؟ والله مالكش دعوه، انت ليك انك توصلني وتاخد فلوسك بس. لا، قولي لي انت رايح عند مين بالظبط؟ بقول لك ايه يا اسطى، اطلع، انا عارفه البنت دي، يلا اطلع. ايه ده؟ هو انت؟ ايوه انا، تعالي. يلا ده انت اركبي. قطعت ارزاق بقى. يلا اركبي، هتدفع كام؟ طب سيبها، تعالي يا بنتي اركبي، عاوزاكي، عايزه اتكلم معاك كلمتين. قولي لي بقى انت ايه حكايتك؟ انا مره شفتك هنا عندنا هناك ناحيه الفيلا مع الناس اللي انا شغاله معاهم، وكل ما امشي الاقيكي بتعملي ايه؟ اصل بصراحه كده يا حاجه، انا عارضه ليا شغل، يعني محتاجه شغل، ففي ناس بتكلمني وكده بيعرضوا عليا، فبعمل بتكلمك انترفيو. فين يعني؟ في الفيلل دي، فباجي اعمل انترفيو كده عشان اشوف شغل بس. بيكلموكي فين، على التليفون؟ انا بكلمهم، هم بيبعتوا لي التفاصيل وبروح لهم. وعرفتي ارقامهم منين؟ ما هو من على الفيسبوك. اعلانات يعني على الفيسبوك. وهو اي حد يكلمك تروحي له؟ لا طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام. هو انت انا عايز اقول لك بصراحه انا فهمتك غلط، ومن ساعه ما شفت البوست بتاعك اللي انت منزلها على الفيسبوك اللي انت محتاجه شغل وكده. وعايز اقول لك على حاجه يا استاذه، مش كل الشباب امينه، ممكن تقع في ايد واحد شمال ابن حرام يزعلك. ايوه يا بنتي، مش اي حد يكلمك تقومي رايحه كده على طول. انا في الاول مفيش امان يا حاجه انا كنت فاهمها غلط الصراحه. حول ولا نيتي كانت قوة. رايحه شمال،
بس لما لقيت البوست على الفيسبوك باسمها وصورتها عرفت ان بعض ظن اسم. ربنا يصلح حالك يا استاذ. اعمل ايه بس يا حاجه، ظروف الدنيا صعبه وانا محتاجه مصاريف لنفسي، وكمان والدتي ستي تعبانه واخواتي انا اكيد اللي هصرف عليهم. طيب مش اي مكان تروحي له كده من غير ما تعرفي انت رايحه فين وتقابلي اي حد؟ ما انا بخش اقابلهم جوه يعني، بتعامل معاهم. اعمل ايه تاني؟ لا غلط يا بنتي، كده انا غلط. كده حد يخلع بقى ولا ايه؟ لا يا ابني انت هتوصلنا. بصي يا بنتي انا ان شاء الله هشوف لك شغلانه وبتديني رقمك، خدي رقمك كده ملوني اهو وايه واشوف لك. ايه ده؟ هو انت بقول لك ايه، انا جبت لك شغلانه حلوه بجد؟ اه والله. بص اكتبي خد العنوان ده عندك، مم. اكتبي. مش معاك الموبايل ولا لا ايه؟ مش معايا. طب بصي احفظي، هو سهل العنوان. 14 صالح، عند صالح سلامه. ايوه الفيلا اللي هي على الشمال. لا يا استاذ فيلا والله المحافظ. لا انا بطلت خلاص الشغل ده. الشغل ايه اللي بطلتيه؟ انت فهماني غلط. انت هتعملي انترفيو هناك، انت بتقولي ايه؟ لا ما هو انا بطلت، قعدت اروح اعمل انترفيو في شقه حد. ليه؟ ثانيا لان الناس ما تتامنش، وكمان اخدت نصيحه من ست كبيره زي والدتي، قالت لي ان عيب اي بنت تروح تعمل انترفيو في اي بيت. ليه؟ على فكره الناس اللي هناك كتير، مش شخص واحد. لا ما هي خلاص عندها حق، وفعلا غلط اي بنت تشوف اعلان على اي. بس انت حره براحتك. ايه ده؟ ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك انت عامله ايه؟ طمنيني عليك، عملتي ايه؟ الحمد لله والله، شفت شغل كويس وبقيت اروح يوميا كده وبقبض كمان باليوم. طب الحمد لله. عايزه اقول لك حاجه يا بنتي، خلي بالك من نفسك، مفيش امان، مش اي حد تديله الامان كده وتروحي معاه. اكيد طبعا، انا سمعت نصيحتك ومشيت بيها. ومش اي حد تسمع كلامه وتصدقيه. صح، وده غلط برضو ان اي بنت تروح لحد تعمل انترفيو في بيته، اكبر غلط. الله ينور عليك يا بنتي، مش اي حد يتضمن يقول لك تعالي انا جايب لك شغلانه، ده شغلانه حلوه وهتقبضي كويس، بس تعالي عشان نتكلم في التفاصيل ومش عارف ايه. لا طبعا يا بنتي، مش اي حد، وما تروحيش تقابلي حد في بيته، يعني قابليه في كافيه، في مكان عام قدام الناس، ماشي، لهم شركه كلام من ده وحاجه معروفه تسألي عنها قبل ما تروحي. لكن ما فيش اي حاجة تتضمن ان انت تروحي مع حد كده وبكل تديله الامان. لا يا بنتي، انا ما كنتش فاهمه كده في الاول، انا كان كل اللي هاممني ان انا ادور على شغل عشان اساعد اهلي واساعد نفسي. اكتر من كده انا والله يا حاجه ما كنت في دماغي اي حاجه. ربنا يسترها عليك يا بنتي وعلى ولايانا، ويكرمك يا رب ويرزقك من واسع. يا رب. ولو اي حاجة انا اديتك رقمي. طبعا. ماشي ماشي ماشي، ابقي بلاش تلبسي بنطلون. خلاص، مش عاوزه حاجه. لا سلام. سلام. يا استاذه بقول لك ايه، انا سمعت ان انت اشتغلت الحمد لله، والله انا فرحت لك قسما بالله. تسلم يا رب. انا اكتر حاجه زعلتني المره اللي فاتت لما قلت لك، حسيت ان انت فاهماني غلط. على فكره انا ليا اخوات بنات وعمري ما هقبل عليكي حاجه وحشه. انا مش عارف ليه الناس يعني بتاخد بالمظهر على طول ليه. معلش، هو كان غلط ان انا جيت الفيلا في الاول، بس الحمد لله صلحت من غلطتي وشفت شغل كويس. وبعدين يعني مش كل بنت كده تروح تقول لها خدي الفيلا دي، انت برضه ما تعرفش الناس اللي فيها برضه. لا ازاي؟ انا لو مش واثق في الناس اللي هناك مش هقول لك روحي، انت بنت هسيبك لوحدك لو رايحه مكان وحش. في ايه؟ خلاص. ده انا حتى كنت واخدك كمان وهوديكي واقف لك بره لما تخلصي. هتقف لي بره، ما تعرفش بقى ايه اللي هيحصل جوه. بقول لك ده ناس، دي ست وست تانية واتنين رجاله. انت فاكره ان هي رجاله بس ولا ايه؟ يا ست في ايه؟ مش كل مكان مقفول يبقى وحش. لا الستات دي ساعات بتكون متفقه مع الناس اللي جوه دول ان الواحده تخش وبعد كده يحصل بقى اللي هو يحصل. فعلا كل واحد وعقليته، انت واخداها كده يبقى عمرك ما هتقتنع الا بكده. وانا مش هقول لك حاجه، بس عموما يعني انا فرحت قوي ان انت اشتغلتي، وده شيء مفرحني والله العظيم. ما تحرمش عايزك مني. بقى تاخدي بالك من نفسك، عشان انت شكلك كده يعني بنت حلال ومالكيش حد هنا. ولا انت ليكي حد هنا بتقعدي عنده ولا ايه؟ اهلي هنا، هو اللي ماليش حد دي. بجد والله؟ والله. طب كويس.